هنبدأ نتكلم على موضوع مهم جدا ومن أساسيات عمل أي ماركتير، وهو البراندنج استراتيجي. يعني إيه براندنج؟ براندنج يعني صناعة علامة تجارية، يعني إنك تصنع ماركة. إزاي تصنع ماركة أو تصنع اسم تجاري قوي؟ وبالتالي البراندنج استراتيجي هي الخطة اللي من خلالها انت كماركتير بتبني علامات تجارية قوية، بتصنع براند نيم، بتصنع ماركة او اسم تجاري هيبقى بعد كده قصة نجاح. صنع علامة تجارية او براند نيم او ماركة او اسم كبير، دي حاجة مهمة جدا ومش سهلة، وحاجة غالية قوي وتسوى كتير، لدرجة إن أحد رؤساء الشركات الكبيرة في مجال الأغذية في الولايات المتحدة قال حاجة مهمة جدا. قال لو البيزنس الشغل بتاعنا ده اتقسم، ليه قررنا تقسيمه كشركة؟ أنا هدي الأرض والمباني والطوب، وهحتفظ بس بالعلامة التجارية أو الماركات، وهكون أنا الكسبان. يعني لو افترضنا إن في براند نيم كبير ليه شركاء كتير، وقرروا يقفلوا البيزنس أو يقسموا الشغل ما بينهم أو يقسموا الفلوس، الشاطر بقى الناصح قال لك لا، أنا هحتفظ بالعلامة التجارية والبراند نيم همتلكه، وده يسوى كتير جدا، وخدوا كل حاجة تانية، خدوا بقى الأجهزة والأرض والمصانع والطوب والمباني وكل حاجة، لأنه هو يعرف كويس قوي إنه يقدر يبنيهم تاني. أي حاجة من الحاجات دي تقدر تتبني بسهولة بشوية فلوس، إنما العلامة التجارية أو الاسم التجاري القوي ده بياخد وقت طويل ومجهود ولا يقدر بثمن. أحد الرؤساء السابقين لشركة ماكدونالدز، علشان يدلل على أهمية وقيمة العلامة التجارية، قالك لو إحنا دلوقتي حصلت لنا كارثة، كارثة طبيعية، زلزال أو بركان، وكل حاجة اتدمرت، قالك إن إحنا نقدر نبنيها بكل سهولة من خلال إن إحنا نوفر الفلوس اللي هتتبني بيها الحاجات دي بكل سهولة، وده بسبب واحد بس: قوة علامتنا التجارية، قوة الاسم التجاري، قوة البراند. قوة البراند دي يا جماعة قوية جدا، بتسهل لك كل حاجة. لو افتكرنا كان اليابان اتعرضت تقريبا في 2011 أو 2012 لزلزال كبير جدا، وتويوتا، شركة تويوتا اتأثرت نتيجة الزلزال ده، إلا إنها قدرت تقوم بسرعة جدا لأنها تويوتا، براند نيم. البراند نيم ده انت طالما انت تمتلك البراند نيم القوي: تويوتا، سوني، ماكدونالدز، جوجل، يوتيوب، فيسبوك، ابل، سامسونج، دي كلها براند نيمز في مجالات مختلفة. لو انت بتمتلك البراند نيم القوي زي الاسماء دي كلها، اي حاجة بعد كده هتكون سهلة. لو حصل حريق لا قدر الله، لو المصانع اتدمرت، لو حصلت كارثة طبيعية، هتقدر تقوم بسرعة، لان انت عندك براند ماسك نفسه قايم اوريدي، انت خلاص عملت، كونت علامتك التجارية. اي حاجة بعد كده هتكون سهلة. دي كلها ادلة قد ايه البراند نيم وقد ايه البراندنج ده شيء مهم جدا ولا غنى عنه، وبياخد وقت طويل. وانت لو قدرت كماركتير، انت كماركتير وظيفتك الاساسيه انك تبني براند. انت لو قدرت تبني براند فانت نجحت، قطعت شوط كبير جدا من رحله نجاحك. اي حاجه بعد كده تكون سهله وتقدر تتعوض. قوه العلامه التجاريه دي بقى اسمها في علم التسويق براند ايكويتي. يعني ايه براند ايكويتي؟ ترجمتها بالعربي يعني قوه العلامه التجاريه، قوة الاسم التجاري، قوة الماركة. هو الفرق اللي بيضيفه الاسم التجاري أو الماركة أو البراند نيم على البرودكت. بمعنى إيه؟
بمعنى ان لو حذاء عليه لوجو اديداس، وحذاء ما عليهوش لوجو اديداس، حذاء ما عليهوش اي لوجو، يعني لو احنا افترضنا ان في حذاء رياضي عليه براند اديداس او بوما او نايكي مثلا، كل دي علامات تجاريه. البراند نيم او اللوجو بتاع اديداس او نايكي او بوما مثلا هيخلي الحذاء ده يتباع بكام، هيخلي الكاستمر يقبل على شراء الحذاء ده بكل اريحيه وثقه. لو افترضنا ان نفس الحذاء شلنا منه اللوجو بتاع بوما او اديداس او نايكي، قوة الحذاء ده هتبقى قد ايه؟ قوته الشرائية، سعره هيبقى كام؟ هل نفس السعر؟ هل لو انت هتشتريه بنفس الثقة؟ هل لو انت مش شايف عليه براند نيم مشهور هتشتريه؟ الإجابة طبعا لا. هو ده البراند ايكويتي. يبقى البراند ايكويتي الفرق من ان البراند نيم يتحط على البرودكت او على السلع. لو ده بيعمل فرق كبير يبقى ده براند ايكويتي او قوة العلامة التجارية كبير. لو ده مفيش فرق يبقى انت قوة علامتك التجارية قليلة او صغيرة. العلامة التجارية او البراند اكبر من جاست نيم وسيمبل. يعني هي الموضوع مش فكرة ان انا حاطط لوجو ماكدونالدز او لوجو اديداس او لوجو نايكي او لوجو مثلا ليفايس وهكذا. لا، الموضوع اكبر من كده. الموضوع بليف او عقيدة، الموضوع تراست، الموضوع ان انت خلاص اتعودت لما تشوف لوجو البراند نيم ده فهو بيعني ليك في دماغك حاجات كتير. بيعني ليك متانة، بيعني ليك جودة، بيعني ليك رفاهية، بيعني ليك حاجة. ده البراند. وبالتالي هو ده الأساس اللي بتتبني عليه علاقة ما بين الشركات والعملاء بتوعها، اللي هو أنا ككاستمر بيحصل لي إيه لما بشوف البراند نيم. يعني أنا ككاستمر مثلا بفرح جدا أو بطمن لما بلاقي لوجو أبل على التليفون، يبقى ده كده خلاص أنا اطمنت هشتري وأنا مغمض. حد تاني لما يلاقي سامسونج يقولك ده كواليتي، ده جودة، ده سامسونج. حد تالت ما بيلبسش غير براند نيم معين في الملابس. حد رابع نوع العربية او البراند نيم بتاع السيارة ده بيعني ليه الامان والطمأنينة والسيفتي. وبالتالي كل براند نيم ده قصة كبيرة جدا بتترجم في براند ايكويتي. لما يتحط العلامة التجارية دي على البرودكت ده فهي تعني الكثير والكثير والكثير. من الحاجات المهمة جدا اللي اتقالت على البراندز ان البرودكتس او المنتجات بتتبني في المصانع. المصانع بتصنع منتجات، انما البراند بيتبني في العقول، في دماغ الكاستمر. يعني اي حد ممكن يصنع تلفزيونات، انما انت ككاستمر هتشتري مين؟ هتطمن لمين؟ هتطمن ل جي او سوني او توشيبا على حسب انت ايه البراند او الفيفوريت براند بالنسبة لك. حد تاني قال لك لخص البراند في نقطة مهمة جدا، او العلامة التجارية المحترمة في نقطة مهمة. امتى تبقى براند؟ قال لك ان البراند هو الناس بيقولوا عليك ايه لو انت مش معاهم في نفس الأوضة. يعني لما تيجي تقول انا نفسي اكل ماكدونالدز، ماكدونالدز وحشني قوي، ده براند، ده معنى كده ان ماكدونالدز براند. انا عايز اشتري الايفون الجديد، ده براند. انا مش هشتري غير ابل، ماك ابل، علشان ده كده انت هنا ما اشتريتش، انت هنا بتتكلم مع واحد صاحبك، مش قاعد مع حد من ابل او حد من ايفون او حد من اي براند. انا يا اخي اللي مركبش بي ام دبليو ده مركبش عربيات. انت بتتكلم حد هنا، بتتكلم على البراند، وهو بينك وبين ناس او اشخاص. البراند انت مش هنا بتتكلم على البراند مع حد من شركة بي ام دبليو. هنا الشركات دي والعلامات التجارية دي قدرت تصنع براندات، قدرت تصنع براندز قوية. ده هنا كيف تبني براند، ده هنا البراند ايكويتي او العلامة، قوة العلامة التجارية.
يبقى احنا خلاص اتفقنا يعني ايه براند ايكويتي، يعني قيمة العلامة التجارية. هل قيمة العلامة التجارية دي تسوى كتير؟ هل قيمة العلامة التجارية دي تسوى قليل؟ هل أي براند قادر على بناء براند ايكويتي؟ طبعا هنعرف الكلام ده. وبالتالي البراند ايكويتي أو قيمة العلامة التجارية أو قوة العلامة التجارية ده بتقيس قدرة البراند على إنه يستحوذ على تفضيل وولاء الكاستمر أو العميل. انما لما بنيجي نتكلم على البراند ايكويتي او قيمة العلامة التجارية، هنلاقي عدة اسئلة بتطرح لابد من الاجابة عليها. اول حاجة، امتى نقول ان البراند ده ليه بوزيتيف براند ايكويتي، يعني ليه قيمة كبيرة او قوة كبيرة او ان دي علامة تجارية قوية؟ ده اول سؤال. السؤال التاني، ليه في براندز معينة معروف ان البراند ايكويتي بتاعها قويه جدا وكبيره؟ زي ما هنيجي نتكلم على كوكاكولا، نتكلم على ماكدونالدز، نتكلم على في مجالات بقى كتير قوي، مرسيدس، نتكلم على بي ام دبليو، نتكلم على ابل، نتكلم على سامسونج. دي طبعا براند ايكويتي. انت لو جيت لقيت لو احنا افترضنا ان ريال مدريد ده براند، ده ليه براند ايكويتي، يعني انك تبيع الاسم ده بالبلدي كده، تبيع الاسم. لو جيت تبيع الاسم في اسامي، لو جيت تبيعها هتكسب كتير قوي لان الاسم كبير قوي، الاسم قوي. have a very positive brand equity. ليه دول بالتحديد كان ليهم positive brand equity عن الاخرين؟ ده برضو هنعرف الاجابة عنه. لو احنا جينا نترجم البراند ايكويتي دي لفلوس، هل ممكن؟ يعني هل البراند ايكويتي او قوة العلامة التجارية او قيمة العلامة التجارية دي يمكن ترجمتها الى فلوس؟ وازاي؟ ده برضو هنعرف. دي عناويننا على كل وسائل التواصل الاجتماعي تقريبا. هتلاقوا البرزنتيشنز دي يا اما في صورة باوربوينت برزنتيشن، يا اما في صورة اوديو، يا اما في صورة فيديو عبارة عن برزنتيشن مع اوديو، علشان اي حد عايز يستفيد من الماتيريال اللي موجودة، سواء كان يقراها على هيئة باوربوينت برزنتيشن او يسمعها عن طريق اوديو او يشوفها فيديو على اليوتيوب، بتجمع ما بين البرزنتيشن وما بين الشرح. واتمنى ان الكل يستفيد، وان شاء الله نتقابل في سيشن بعد كده.